ببني ملال تحديدا بالغرفة الفلاحية انطلقت هذا الصباح أشغال منتدى التكيف مع التغيرات المناخية بجهة بني ملال خنفرة، تخصص المناقشات للحوار الترابي والابتكار المحلي والحكامة الدامجة من أجل تحقيق الصمود المناخي المستدام. وفق منظمي هذا المنتدى، حوار من أجل ترسيخ التشاور وتقاسم الخبرات والبحث عن حلول في المجال تنظمه جمعية انطلاقة. وللتوضيح أكثر ينضم إلينا مباشرة من بني ملال محمد علوان، منسق تنفيذي لجمعية انطلاقة منظمة منتدى التكيف مع التغيرات المناخية بجهة بني ملال خنفرة. مرحبا بك سيدي. إذن في البداية يعني المغرب معني بشكل واضح بتغيرات المناخ وتداعياتها الواسعة، ماذا تحديدا عن جهة بني ملال خنفرة؟ كيف تنعكس هذه التغيرات على الجهة وما هي أبرز تمظهرات ذلك؟ إذا جهة بني ملال خنيفرة بحال الجهات الأخرى في المغرب يعني عرفت أيضا التغيرات المناخية في مجموعة من الميادين، ونذكر أن الجهة دخلت كذلك في السنة السابعة ديال الجفاف من حيث الندى ديال التساقطات اللي كان عليها واحد التأثير كبير على القطاع الأهم في الجهة واللي هو القطاع الفلاحي، اللي خلى أن ماشي غير كتأتي على يعني المعيشة ديال الإنسان من حيث ارتفاع ديال الأسعار ونقصات الانتاج الى اخره، ولكن ايضا يعني كان تاثير على الانسان، وايضا على النظم البيئيه والمائيه اللي خلات ان الوضعيه الاجتماعيه والاقتصاديه انها تعرف تحديات مهمه على مستوى الجهه ديال بني ملال خنيفره. شفنا ايضا المستوى الصحي والانسيدون اللي وقعت في 2024 كان لها تاثير ديال ارتفاع درجه الحراره اللي وصلت حتى 48 درجه مئويه، اللي كان واحد التاثير سلبي جدا على الاشخاص اللي عندهم امراض مزمنه. نعم سيدي، إذن الفلاحة كذلك الموارد المائية والنظم البيئية كل ذلك يتأثر بتغيرات المناخ. هذا المنتدى هو منتدى لوضع الأصبع على مظاهر تأثر الجهة بهذه التغيرات وكذا اقتراح حلول وتوصيات. ما أهم الخطوات المقترحة وكيف يمكن تنزيل وتفعيل هذه الحلول لمواجهة هذه التحديات المناخية؟ وفعلا هذا المنتدى هو فرصه لنا كفاعلين على المستوى الترابي، لا جماعات، جمعيات، تعاونيات، مؤسسات عموميه ومصالح لا ممركزه، باش أن نجتمعوا كاملين ونناقشوا هذه المواضيع والتحديات. وكاين ايضا الحضور ديال الباحثين والشباب الباحثين اللي هما النيت يقترحون يعني مجموعه من التدابير والامور اللي احنا كفاعلين ممكن ناخذوهم في اعتبار في كل واحد وسميتو الدور ديالو. كاين مقترح مجموعه من الامور اللي كتهم التدبير ديال المستدام للمياه. كاين ايضا يعني انا الجهه ما تكونش يعني مركزه اكثر على غير على قطاع اقتصادي واحد اللي هو الفلاحه، نشوفوا مثلا السياحه المستدامه والسياحه الجبليه كقطاع اللي هو مهم نطوروه. تكون الجهه ديال بني ملال خنيفره كوجهه سياحيه للسياحه المستدامه عفوا على المستوى الوطني ولا على المستوى الدولي. كاين ايضا جهود على مستوى يعني ما يسمى فيما يتعلق باستعمال ديال الموارد الطاقيه، كاين جهود ديال بعض الفاعلين في هذا يعني في هذا الخصوص. كاين ايضا رياده الاعمال الخضراء يعني كمدخل مهم للنساء والشباب، ماشي غير يعني باش نتكيفوا مع التغيرات المناخيه والتخفيف منها، ولكن ايضا باش نوفروا فرص شغل للشباب والنساء سواء في تعاونيات ولا في مقاولات صغرى اللي تخلينا ان ما غاديش نتهلاو يعني في الطبيعه يعني في الانفيرونمون ديالنا حنا، ولكن ايضا يعني نساهموا في راس مال البشري. كاين ايضا نقطه مهمه اللي خاصنا نشتغلوا عليها جميع، هي الحكمه الترابيه، كيفاش ان الفاعلين على المستوى الترابي يشتغلوا جميع ويكون ديك الالتقائيه بين الفاعلين، ويكونوا ديما واجدين اي يعني اي حاجه كتعلق بالمخاطر ديال التغيرات المناخيه، واش نكونوا يعني مجتمعات اللي هي ممكن نقولوا تشتغل بشكل جماعي وصامده للتغيرات المناخيه واي صدمات اللي ممكن تجي في المستقبل. واضح. شكرا لك سيد محمد علوان، منسق تنفيذي لجمعية انطلاقة المنظمة لمنتدى التكيف مع التغيرات المناخية بجهة بني ملال خنيفرة. شكرا لك، كنت معنا مباشرة من بني ملال. ورغم التحديات المرتبطة